لو عاوز موبايل فلاج شيب بسعر حنين فالريلمي رجعت بالفلاج شيب كيلر وهو الريلمي جي تي 6، وكمان بيتفوق على الفلاج شيب في بعض النقاط، ومن ضمنهم هو الشاشه والبطاريه، وكمان ما يقلش عنهم اي حاجه في الاداء. فيا ريت في السريع كده تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نبدا في الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها وهي التصميم. الموبايل جاي بظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك مع جزء لامع في الظهر وشكل الثلاث كاميرات اللي احنا بقينا متعودين عليه، والموبايل جاي بوزن 199 جرام وبمقاومه ماء واتربه اي بي 65، يعني الموبايل ده مقاوم لطرطشه الماء. بعدين نشوف الشاشه. الموبايل جاي بشاشه مش ناقصها اي حاجه، بل بالعكس هو زايد عليها حاجات كمان. الموبايل جاي بمقاس شاشه 6.78 وكمان من نوع LTPO OLED، والشاشه بتدعم ال 120 هرتز والاتش دي ار 10 بلس وكمان الدولبي فيجن، يعني الشاشه اللي عندي دلوقتي مش ناقصها اي حاجه. طب تيجي بقى لنقطه السطوع. الموبايل بيوصل ل 1600 نتس وفي البيك برايتنس بيوصل ل 6000 نتس. حوار الاضاءه ده انت تقدر توصل لل 1600 نتس عادي وبكل سهوله، ولكن القصه في ال 6000 نتس انت لازم تكون بتتفرج على محتوى اتش دي ار 10 علشان الاجزاء المنوره جامد بتنور ب 6000 نتس علشان برضه تحافظ على البطاريه. والموبايل جاي ببصمه تحت الشاشه وسريعه جدا جدا. بعدين ندخل على جزئيه الصوت. اولا كده الموبايل ما فيهوش مدخل 3.5 مللي، وكمان الموبايل جايب بصوت ستيريو ممتاز جدا. تعالى بقى نسمعه مع بعض. بعد كده هنيجي لجزئيه المساحات ونظام التشغيل. الموبايل بيجي بثلاث نسخ، 256 مع 8 جيجا رام، و256 مع 12 جيجا رام، و512 مع 16 جيجا رام، واللي كمان بتقدر تزودهم ب 12 جيجا رام من السوفت وير. ونوع الذاكره في الموبايل ده هو UFS 4. وتجربه السوفت وير انت كالعاده من ريلمي هتحصل على تجربه سوفت وير مستقره جدا واداء سلس. والموبايل جاي بواجهه ريلمي UI 5 وكمان جاي باندرويد 14. وريلمي كمان بتوعدك بثلاث سنين من تحديثات النظام واربع سنين من تحديثات الامان. بعد كده نيجي لجزئيه الاداء، واللي الموبايل ده مش هيقل عن اي فلاج شيب فيه. عندنا الموبايل جاي بسناب دراجون 8S جين 3 وهو الاحدث من سناب دراجون، واللي هيقدم لك حرفيا اداء فلاج شيب. الموبايل مش هيأثر معاك في اي نقطه اطلاقا، من العاب من استخدام من كل حاجه. وكمان الالعاب انت هتقدر توصل للماكس جرافيكس وانت مطمن وعادي خالص، انت كده كمان ما بتضغطش على الموبايل. وكمان الموبايل جاي بغرفه تبريد علشان تحافظ لك على الحراره، فانت لو جيمر الموبايل ده هيبسط. بعد كده نيجي لجزئيه البطاريه واللي هو غالب الفلاج شيبس فيه. الموبايل جاي ببطاريه ضخمه جدا 5500 ملي امبير، لدرجه انه بيوصل ل 14 ساعه ونص استخدام. طب ما اكيد يا ابو احمد الموبايل ده بيطول في الشحن. لا تماما، الموبايل جاي بشاحن 120 واط اللي بيقدر يوصل الموبايل من 0 ل 100% في 28 دقيقه بس. ومش كده وبس، ده كمان الشاحن موجود عندك في علبه الموبايل. انت لما تسمع سعر الموبايل ده هتتجنن. وبعد كده لا مش بعد كده، انت هتعمل سبسكرايب ولايك الاول وبعدين نشوف اللي بعده. عملت؟ طب يلا. بعد كده هندخل على جزئيه الكاميرات. الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الظهر. العدسه الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.7 وفيها OIS، والكاميرا الثانيه هي كاميرا التليفوتو بدقه 50 ميجا بكسل وبتوصل ل 2x اوبتيكال زوم وبرضه فيها OIS، والكاميرا الثالثه هي كاميرا الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2. الكاميرا الاساسيه هتطلع صور رهيبه جدا في النهار بتفاصيل كتير جدا وبدون نويز وبدايناميك رينج جميل والوان مشبعه وكونتراست مظبوط. وبرضه بالليل الموبايل هيقوم معاك بالواجب، صور ممتازه وشارب ونظيفه كده ودايناميك رينج ممتاز، وحتى التفاصيل في الاجزاء المظلمه هتكون مظبوط. وكمان عندنا الموبايل بيصور بدقه 4K 60 فريم، بيطلع نتائج رهيبه والوان وكونتراست مظبوط جدا، وكمان ثبات مع الحركه بشكل كويس جدا جدا. بعد كده الكاميرا التليفون. الكاميرا دي بتقدر توصل ل 2x اوبتيكال وبتطلع صور رهيبه. طبعا انت تقدر تاخد منها كمان بورتريهات وبتقدم صور شارب، صور مقصوصه تمام وتفاصيلها ممتازه. والموبايل برضو بيصور 4K من الكاميرا التليفوتو بشكل كويس جدا. بعد كده هنيجي للكاميرا الالترا وايد. هي هتطلع لك صور مرضيه جدا وبتفاصيل كويس، وحتى بالليل هتطلع صور ممتازه، وهي بتصور فيديوهات بريزوليوشن 1080 بالوان كويسه وتفاصيل مرضيه. وعندنا الكاميرا السيلفي بدقه 32 ميجا بكسل بتطلع صور حلوه بس فقيره شويه، او تقدر تقول انها مش بنفس قوه الكاميرات الثانيه. وبس كده يا عم انت معاك موبايل ممتاز جدا. بطاريه 5500 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع 120 واط، بيشحن في اقل من نص ساعه، واقوى اداء بالنسبه لسعره واحسن من موبايلات اعلى منه في السعر كمان. شاشه اموليد رهيبه، دقه والوان وسطوع لعند 6000 نتس، يعني هو مش لدرجه نقول مساوي للفلاج شيبس، لا هو غالبهم كمان في النقطه دي. مساحات تخزين كبيره بتوصل ل 512 و16 جيجا رام، وكمان بتقدر تزودهم ب 12 جيجا من السوفت وير، يعني هتوصل ل 28 جيجا بايت رام. وكمان عندنا سماعات ستيريو مطلعه صوت ممتاز، وكمان كاميرات مأديه كويس جدا. كاميرا بفتحه عدسه واسعه وبتصور فيديوهات 4K 60 فريم بتقنيه الدولبي فيجن. نيجي بقى للنقطه الاخيره وهو سعر الموبايل. الموبايل ده لسه ما نزلش عندنا مصر، وممكن نزل في بعض الدول العربيه، ولكن سعر الموبايل عالميا
هو 750 دولار. السعر ده بالنسبه لامكانيات الموبايل حرفيا ممتاز. التسعيره دي بالنسبه لامكانيات الموبايل لو نزل بكده عندنا هيبقى موبايل ممتاز، وتشتريه من غير ما تفكر لو انت بتدور على موبايل فلاج شيب وعايز توفر شويه فلوس كمان. بس كده يا عم، احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان تشوفني فيديوهات تانية كتير، واعمل لايك، ويا ريت تقول لي رايك تحت في الكومنتات عن الموبايل ده، واشوف وشك على خير.